اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق في ليالي بطوله الامم الافريقيه. هذه البطوله اللي لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي لا تعترف الا بالكبير. زمن المفاجآت كل سنه وانت طيب مفيش منه، مفيش. تقعد بقى تحلم لي بقى وتقعد تطخ لي بقى في سيناريوهات والهبو اللي طالع من بقك ده، وتقعد بقى تتقل في شرب السحلب وتقعد تقول لك اصل انت بقى كوت ديفوار تقابل بوركينا فبوركينا تكسب كوت ديفوار. الكلام اللي مش ده كده مش هيحصل، مفيش منه. انت في بطوله افريقيا الكبير بس هو اللي موجود. يعني لما تيجي تقول لي مالي سنغال، هو ده مين اللي هيكسب؟ ابراهيم فايق ملوش دعوه. مالي سنغال، مين اللي هيكسب؟ سنغال. خلصت، انتهت القصه. تقعد بقى تحكي لي بقى في سيناريوهات وتقعد تحلم وتقعد تقول لي سيناريو. مفيش الكلام ده يا باشا، فوقوا بقى ها عشان نبقى متفقين. مغرب وكاميرون، جزائر ونيجيريا، الكبار كلهم، الاشاوس كلهم. مصر وكوت ديفوار. النهارده كوت ديفوار فرحت، دي اخر فرحه يا باشا، اخر فرحه. شبح انت وهو، انت جاي للمصري. واحنا بفضل الله في الماتشات الكبيره قدام كوت ديفوار وقدام الفرق اللي هي كوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا والاشاوس بتوع افريقيا احنا بنعرف نعمل حاجه. فانا مش قلقان، واقسم بالله ما قلقان. احنا في الماتشات اللي شبه كده، في الماتشات اللي قدام الفرق ديت، لما بتمشيش معانا اداء بتمشي معانا رجوله، بتمشي معانا جدعنه، بتمشي معانا روح. فانا في الماتشات اللي شبه كده انا ما ببقاش قلقان. زي ما يبقى الخصم اللي قدامي بنين اهو، بنين امبارح انت كنت قاعد متكهرب، لكن انا ماتش كوت ديفوار ده والله العظيم متفائل. تعالوا نرحب بقى بضيوفنا اللي مشرفينا ومنورينا في هذه الامسيه الكرويه. عبد الرحمن الشابوني اللي لسه ما جاش، جاي كمان شويه ان شاء الله باذن الله، فهو ادي الكرسي بتاعه. ازيك يا عبد؟ ايه الاخبار؟ تمام زي الفل، منورنا يا عبد، وحشتنا كتير جدا جدا ومشرفنا ومنورنا. عمار، ازيك يا عمار؟ ازيك يا هيما؟ عامل ايه يا ملك الارقام والاحصائيات؟ كله زي الفل. ابو الفوارس، ازيك يا عم فارس؟ يوم منور، يوم اخبارك ايه؟ موجود معايا. صعبان عليا بس الناس اللي كل موافقين على السيناريو. مفيش بقى سيناريو بقى. الناس بقى تطخ بقى تقعد تقول لك بقى في سحله بتضرب وتتقل في قعده القهوه. انا اتعشمت يعني ربنا يستر. ازيك يا عم ثابت؟ الحمد لله. عامل ايه يا دكتوره؟ اتعشمت الناس كلها ببوركينا. والله يا باشا انا بحلم عادي يعني. يا جماعه ما تدخلوش الموضوع بتيجي بجد. معاك الفتره الاخيره بس مش في السيناريوهات ده. انا قلت سيناريو ايه؟ انا اقول لك ايه؟ اقول لك نتيجه 3 مثلا أيوة. مرتاحين، فاهم؟ يجوا الثلاثه بس ما يجوش مرتاحين. صح. بس طب افتكر هنعمل ماتشات جامده، هنعمل ماتش جامد قدام. لا بس فردت جامد برضه، السيناريو التاريخي ووصلت للنهائي والدنيا راحت قوي. لنجرت فيه قوي، لنجرت فيه قوي. ازيك يا عم شادي؟ حبيبي يا هيما، عامل ايه يا غزال؟ الحمد لله كله زي تمام. الفل. ضارب انت بص حنف القبهه ومحدش عارف هيعرف يكلمك. ها يا رب. بقى طقم جديد بقى عشانك بقى يا هيما بقى. ماشي. ازيك يا نجم؟ يا جو وحشتنا. والله وانت كمان. دلنا على السلامه. الله يسلمك. ايه غبت وقلت عدوا لي هناك قوي والله. انت قعدت في المغرب قد ايه بقى؟ احكي لي كده. 12 يوم. 12 يوم ما شاء تقريبا. الله ما شاء الله. لا حلوين. وانا شفت الفيديوهات والشغل عالي. الحمد شغل لله. عالي. انت عملنا شغل حلو الحمد لله. يا رب دايما كده في افضل صحه وافضل حال. وعزيزي المشاهد خلونا نرحب عم مصطفى قبل ما ننسى، وعم حسن قبل ما ننسى. حبيبي يا كابتن. ازيك يا عم حسن؟ ازيك يا كابتن؟ تعال يا عم حسن، تعال عشان انا بتفائل بيك يا عم حسن. تعال تعال يا عمو، بس قول لنا حاجه كويسه. ايوه. بالنسبه للمنتخب يعني؟ ما اكيد احنا مش هنتكلم على الاهلي والزمالك. لا هو بالنسبه لي انا احنا هنلاعب كوت ديفوار. ايوه. وانا كوت ديفوار الحمد لله كعبين عالي عليها بقى لنا سنين جدا، هي والكاميرون ونيجيريا كعبك عالي جدا عليهم. حلو. انا خايف من شمال افريقيا. ماشي. انما بالنسبه للماتش كده انا مش خايف منه. مش خايف ها؟ لا هنكسب مستريح ان شاء الله. لا بلاش مستريح. حتى لو ما توسعش يا عم حسن. لا حتى لو 1-0 هنكسب ان شاء الله. انا بص، انا السيناريو اللي انا احسه اللي هو هيمشي تعادل ده وبتاع وخبط وقت ورزع. اضافي. وقت اضافي وبعدين ركلات ترجيح من نقطه الجزاء واخر جول يجيب محمد صلاح ويلا ونفرح كلنا. ده هيحصل باذن الله. والله العظيم ان شاء الله. يا رب. والله العظيم. درش يا كابتن هو الماتش صعب. هو الماتش ده انا خفت اسالك كوت ديفوار هتلاعب مصر تقول لي الاهلي هيكسب. لا احنا كده في مصر بقى. ماشي قول لي. كوت ديفوار عندهم سرعات، احنا عندنا في مشكله اللي احنا بنحط الكره تحت رجلينا كتير ما بنخلصهاش. الماتش ده مش عاوز كده، الماتش ده بتاع جون اخطف واجري. هي الكوره مش هتبقى معانا عشان بس. لا هو الماتش ده اخطف واجري. هي الكوره مش معانا بس احنا كعبين عالي عليهم. الكوره مش هتبقى عشان بس معاك بس كعبين عالي عليهم. بس نسيب لهم الكوره عادي مش فارق معانا. لا بس انا اسيب الاستحواذ بس لهم الملعب كله يعني. بس هو الضغط هيبقى على الدفاع جامد برضه في خط الوسط. هو الماتش ده اخطف جون، جالك فرصه ما تقعدش تضيع والكلام ده مفيش، الكوره تجيلك تجيبها جون. هقول لك حاجه كده. احنا المنتخب مصر انا بشبهه بالزمالك ليه بقى؟ قدام الماتشات القويه بيعمل نتائج عاليه،
لا احنا خلينا منتخب مصر ما بيتشبهش بحد، منتخب مصر يتشبه بمنتخب مصر. ما تجيليش في دور 8 وتقسم لي المنتخب 2. الله يسترك يا عم حبيبي عم حسن، حبيبي عم حسن، يومك جميل يا عم حسن. المنتخب بيشبهنا بالمنتخب عشان لا هو ان شاء الله هيبقى حلو ان شاء الله باذن الله. ازيك يا شابو؟ تعالى يا شابو اتفضل يا بيه اتفضل. عندك 80 دقيقه تاخير. ما تشيلهمش من اليوميه بس بعد اذنك مره عليكم. ما تشيلش من اليوميه. ما هي مقصره اليومين دول. اخوك عايز يتجوز. انا متفق مع عم حسن هنزل مع المشاريب فعادي يعني. كمل بقى. مفيش قفش في القصر العيني اليومين دول ولا ايه؟ لا في طبعا. طب امال ايه؟ ما بس في قفش في المنتخب برضه فهنعمل ايه؟ نزق البطوله مع بعض هتمشي. احبك وانت بتتعامل معانا كمرمى. اخويا لا ده ارتياح نفسي عشان بحبكم كلكم والله. والله منور الدنيا يا شابو. طيب احنا عندنا حاجات يخليك. كتير النهارده نتكلم فيها يا جماعه والله، بس انا خليني اسالكم بجد وبصراحه، حد عايز يعلق على اي حاجه ليها علاقه بماتش امبارح مصر وبنين ثم بعد كده نتكلم، ولا عايزين تخشوا على كوت ديفوار واحنا هنعمل ايه؟ لا، هو طب يلا كان كوت في ديفوار كلام- ومصر هتعمل ايه، ولو عايز تعلق كلام حاجة على قول ماتش بس. مصر وبنين لو هنتكلم فيه. اه هي التفصيل الاهم في البطوله. وجاي اخر واحد فعايز يتكلم. يلا يا باشا. لا هو والله ده عشان ما اتكلموش بس على دي كنا لا كانت حاجه اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، هو ان احنا منتخبنا دفاعيا كويس. افكارنا الدفاعيه كانت كويسه ضد جنوب افريقيا، منعناهم يوصلوا للجون، لكن اللي كنا خايفين منه لما احنا هنتحط في موقف ان احنا محتاجين بقى نبقى احنا المنتخب اللي بياخد المبادره، افكارنا تبقى عامله ازاي في الملعب، توظيف اللعيبه يبقى عامل ازاي، واللي اتفاجئنا بيه امبارح بس مش بس ان الافكار ما كانتش واضحه والتحركات ما كانتش مظبوطه، لا مستوى اللعيبه نفسه. مستوى اللعيبه يقلق، مش مريح. فده ممكن يكون احنا عندنا بيه ماتش بنين، فاحنا نبدا ماتش كوت ديفوار ان احنا نلعب تحت الكوره. هنعتمد على نفس نظام الميديم بلوك والبلوك اللي طبقناه واللعيبه حفظته واللعيبه الدفاعيه بتقدم مستوى رجولي كويس، ولكن هتبقى في مشكله ودخل فينا جون. يعني انا اتمنى برضو زي ما قلنا قبل ماتش بنين نبدا نشتغل على المرحله بتاعت ان احنا معانا الكوره شويه، لان تحركات تريزيجيه امبارح حتى لما كنا بنلعب مش فكره اداء فردي، هو منه تنظيم بس، هي مشاكل تنظيم ماشي تحضير، فدي لازم تبقى محطوطه في الحسبان ان احنا ممكن نتاخر في النتيجه بس. طب خد بالك انت ما عندكش تريزيجيه بنسبه كبيره، ما عندكش حمدي بنسبه يعني نسبه 100%، فهتعتمد على بدايل تانية. احنا عندنا بدايل الحمد لله، ما احناش يعني فريق عاجز عن ان هو يبقى عنده مجموعه من اللاعبين. طب قول لي انت شايف ازاي ماتش كوت ديفوار بقى؟ يعني ما انت شفت كوت ديفوار النهارده شدوا الفيشه، نزلوا شدوا الفيشه على العيال بتاعت بوركينا، مش شايفين الدنيا ضلمت على طول. ما شافوش الجون يا عيني، ما طلعوش بالكوره ده مره حقيقي. واحده، ما فيش اي حاجه خالص يا عيني. بص الليفل اللي انت فيه دلوقتي والمستوى اللي انت فيه، الناس دلوقتي بتتفرج على منتخب نيجيريا وبتنبهر جدا، منتخب كوت ديفوار وبتنبهر جدا، وقدام كوت ديفوار حتى لما شفت ماتش الكاميرون واحد من افضل ماتشات البطوله كريتم، انت حاسس ان الماتش ده جاي هربان من الدوري الانجليزي او من الدوري الاسباني، رتم عالي جدا. بمنتهى البساطه استناد الناس دي كلها عشان دي نقطه هنروح لها لمنتخب مصر. بطوله مجمعه دلوقتي في حاجات كتير بتختفي، بمعنى يعني الناس تتخيل ان تخطيط وتاسيس وقصه كبيره جدا حصلت. منتخب كوت ديفوار ده مثلا مدربه بالصدفه، ما احنا حضرناه البطوله اللي فاتت صح؟ منتخب نيجيريا ما تاهلش كاس عالم وعنده كم مشاكل، اوسمن ولوكمان بيتخانقوا الاثنين في نص في ارض الملعب، والراجل بيسيب الملعب ويمشي في دقيقه 68. بس الاساس اللي دايما الفرقه دي بتستند عليه هو الكواليتي اللعيبه، جوده اللعيبه بتفرق قوي. هو بالك اصلا ما نيجيريا لما هتلاعب الجزائر هيكون اللعيبه دي ضربت بعض بالنار ومشوا. لا خلي بالك ده في كلام ان اوسيمان اصلا ساب المعسكر. ما هم نفوا بس بيقولوا ان هو اتضرب النهارده يعني. نفوا هو القصد ايه؟ ان انت دلوقتي الفوارق هي بعيده لدرجه ان انت دلوقتي منتخب كوت ديفوار ده عنده جناحين زي ديالو اللي بيلعب في مانشستر يونايتد، والتاني ديوماندي. ديوماندي ده لعيب 19 سنه في لايبزيج. لايبزيج اشتراه الصيف اللي فات ب 20 مليون. هيبيعه في الصيف، هو حاطط سعر مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم 100 مليون. ماشي. قال لي عشان اي حد يتكلم معايا. ده لعيب 19 سنه. كان الفكره كلها الثقه اللي الاتحاد في كوت ديفوار او الناس اللي شغاله هناك هي في اللعيبه دي تحديدا، هو استثمارهم في البطوله دي. الراجل قدم بطوله كبيره جدا مع بدايه موسم قويه جدا في الدوري الالماني، سعره بيتضرب في 3 وفي 4 عشان ده لعيب متاسس صح. فانت لما تيجي تقيس ان انت هتحط الفوارق دي زيها زي الفوارق بتاعتنا، احنا بعيد جدا. مش هقول لك كوت ديفوار، هقول لك كونغو الديمقراطيه. كل الناس شافت ماتش الكونغو الديمقراطيه والجزائر قد ايه الجزائر عانت. بص دي صبري بيعمل ايه؟ انت فيستون مايلي ده افضل لعيب في القاره صح السنه دي داخل القاره الافريقيه، وافضل لعيب يعني موجود ككواليتي في مصر. الراجل ده بينزل الدقيقه 87 يعني ده البديل في الكونغو الديمقراطيه. فعشان تبقى عارف انت الليفل بتاعك جاي منين. عشان كده لما نيجي نتكلم على صعيد المنتخب في البطوله دي تحديدا، احنا بنتكلم على حاجه زي ما انت كنت بتتكلم في الاول، دي مالهاش علاقه ان احنا متاخرين جدا ككوره مصريه بشكل عام، متاخرين جدا كجوده لعيبه. انت دلوقتي بتقيس على جوده اللعيبه في الماتشات اللي زي كده او في البطولات اللي زي كده في الليفل ده، بتشوف ان انت عندك لا فقر كبير جدا.
فقر كبير في المواهب، فقر كبير في التاسيس. فاللعيبه دلوقتي احنا افكارنا قليله كتكتيك، افكارنا قليله في الملعب، قراراتنا في اللعيبه لا بعيده جدا. فعشان طيب. كده مثلا الناس تحس ان ايه، احنا معانا الكوره بس متاخرين بيها، مش عارفين ناخد قرار سريع. خلاص بقى ما طيب تسودهاش بقى. لا، مش إن شاء بسودها الله بقى، باذن الله لسه هجيلك- هنعمل حاجه هجيلك كويسه في اللي بقى. جاي. قول حاجه كويسه. حاضر. ما بنمسكش الكوره وما بنلعبش بالكوره لا، هو بالعكس. ما احنا ما عندناش بس في احنا كل ما نطلع منها ترجعونا تاني ليه؟ لا 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 ماشي. ها؟ يبقى يعني ها قول هو القصد زي ما انت كنت هنرجع تاني بقى نقول قول. يعني الميزه اللي عملها كابتن حسام حاجتين. اول نقطه، احنا شفنا المنتخب مباراه جنوب افريقيا ده افضل مباراه لعبناها ليه؟ ان احنا عملنا الماتش على عدلتنا مش على عدله الفريق اللي قدامنا، ان انت مش عايز الكوره معاك، عايز الخناقات انت قدام كوت ديفوار عايز تلعب ازاي؟ ايوه نفس الطريقه بالظبط قدام جنوب افريقيا، بس باختلاف حاجه واحده. سيب له الكوره والعب على الهجمات المرتده. بس هي النقطه كلها ان انا برضو تاني انا مش عايز فكره الاربع اجنحه يبقوا موجودين في ارض الملعب. طيب لازم هجيلك بقى في على الحتة الأقل، دي. لعيب او اتنين يبقوا في لعيبه في نص الملعب. اخد بق سريع عشان كله يتكلم في وبعدين نرجع. يلا فارس اتفضل. طيب كوت ديفوار بعيدا بقى عن فكره ان احنا شايفين منتخب جامد وقوي وبدنيا واللعيبه، واحنا شايفين تاثير المباشر للعيبه اللي في التوب ليفل في الفرق المختلفه. يعني لوكمان في نيجيريا ده سوبر هيرو، يعني بالنسبه لي مفاجاه البطوله. طبعا دياز في المغرب، بس انا بشوف ان لوكمان مع نيجيريا مفاجاه البطوله فعلا، 7 مساهمات في 4 مباريات وتاثير حقيقي. طيب ده هيكون حاصل برضه في كوت ديفوار. طب احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين نبطل لعب في الزراير ببساطه. احنا ربنا كرمنا بعد اول ماتش زيمبابوي عاملين ارقام هجوميه جيده، بس كان عندنا مشكله. طيب رجعنا حمدي فتحي ورا والدنيا مشيت معانا في مباراه جنوب افريقيا، ثم رحنا في انجولا تجربه مش هنتكلم فيها فنيا لان كان لها اهدافها. قررنا تاني نعمل لنفسنا مشكله. ليه؟ انا مش عارف. يعني فكره ابراهيم عادل حتى مش رهان جوه المباريات بتاعه زيمبابوي وجنوب افريقيا يخليك تحس ان هو كان قريب مع التركيبه دي فتجيبه. لا، حط ابراهيم عادل وحط تريزيجيه اللي هم اصلا جناحين، اللي هم بطبيعتهم، وانا بشوف ان دي المشكله الاساسيه في مباراه المباراه بنين. مباراه بنين دي المشكله الاساسيه مع بنين، ان انت قررت تحط الاثنين لعيبه اللي بالبروفايل ده في قلب الملعب. لعيبه متعوده ان هي طبيعي الجناح بيدافع وبيضغط بشكل طولي مش بشكل عرضي. عملت عندك مشكله في التحولات سواء دفاعيا او هجوميا وهم في قلب الملعب. كل ده انا بشوف ان احنا عملناه لنفسنا بقرار واحد، ابراهيم عادل اللي هو كان رقميا اقل لاعب في المنتخب المصري. بدات تتحسن امتى؟ لما بدات كمان تعمل تغييرات في نزول امام عاشور ونزول زيزو، اللي بالمناسبه انا شايف عمل مباراه قويه جدا، 3 فرص صنعهم وصنع هدف، فزيزو كان شايفه جيد في المباراه. طب انت محتاج في كوت ديفوار تعمل ايه؟ محتاج ما تحاولش تجتهد، العب باللي زي ما عمر قال العب بالتشكيل اللي فيه 3 ورا، وحط بقى هيبقى عندك هنا زيزو وهيبقى عندك امام وخيار مهند لاشين برضو لو جاهز بدنيا ممكن تفكر فيه مع الاحمال ومع القوه ومع الحجم المباراه البدنيه، لان دي معركه بدنيه في المقام الاول. شادي انا متفق مع فارس في جزء كبير جدا في حته انت جيت في ماتش جنوب افريقيا، انا شايف ان خلاص التوليفه اللي اتعملت ظبطت على عدلتك. لعبت بواحد في قلب الدفاع زياده، امنت، قفلت العمق كويس، وبنسبه كبيره ماتش جنوب افريقيا كنت بتاخد الكوره كنت بتعرف تعمل محطه والثانيه كان ليك شكل هجومي. وكنا بنقول لما يبقى الخصم سهل شويه، انا كان ده رايي ما تغيرش الخطه، بس على الاقل اعمل شويه تحرر للاجنحه او اللي هو الباك اليمين والشمال ياخدوا ادوار شويه. المشكله اللي امبارح انت عملت غلطه اولى، انه ابراهيم عادل دخوله في التشكيل لخبط الدنيا تماما. الحاجه الثانيه بقى، انت بتستلم الكوره، طب انت مقفل انا ما عنديش مشكله، انت بتعمل ايه بالكوره بعد ما بتستلمها؟ على فكره انت ممكن تقعد ترسم على الورق كده خطه مش عارف 4-1-4-1 3-5 مش عارف ايه، التطبيق ايه في الاخر؟ ما هي كلها ارقام. انت قررت هتلعب جيم تحت الكوره، مفيش اي مشكله، ده مش عيب، في مدربين كتير في العالم ودي مدرسه موجوده في الكوره، بس استلمت الكوره بقى عملت ايه؟ هي دي كانت المشكله امبارح. انا ما عنديش مشكله خالص نفضل نلعب بنفس الاسلوب ده. شايف انه ليه ابراهيم عادل ما كانش اختيار مناسب، لانه هو فعلا في ماتش زيمبابوي ما قدمش الحاجه الرهيبه، يمكن ربع ساعه كده في ماتش انجولا فاق شويه،
فخلينا نلعب بالمضمون، لان احنا كلنا عارفين امكانيات بدنيه وامكانيات جسمانيه وزي ما عماره قال الكواليتي لا هم اعلى. فالعب بالمضمون بتاعك، طول الماتش، ممكن تزهقه، تلعب على التحولات، تخطف واحده من مرموش، من صلاح، من زيزو، من امام، وتطول الماتش على قد ما تقدر. طيب يا دكتور ثابت، ما هو احنا كلنا شايفين ان كوت ديفوار فرقه جامده وبتطلع نار من بقها، وطول عمر كوت ديفوار في كل مواجهاتها قدام منتخب مصر هي بتبقى جايه لنا فرقه جامده جدا وبتطلع نار بقها من 2006 واحنا بنقابل كوت ديفوار، وهي احنا كلنا معترفين ونجوم الثلاثيه بتاع 2006 و2008 و2010 اللي علموا على كوت ديفوار في كل حاجه وفي كل مناسبه وفي كل مكان. لما تيجي حتى كمان تسالهم في ذكرياتهم عن الماتشات دي يقول لك انا عارف وانا نازل ان هم جودتهم اعلى مننا، امكانياتهم افضل مننا، لكن انا بعوض الفوارق اللي ما بيني وما بينهم بالروح، بالاصرار، بان انا كل كره بستموت عليها، بان انا مفيش اي نوع من انواع الاداء الاستعراضي ومش هفرط في اي حاجه. هل هذه المواصفات موجوده عندنا في منتخب مصر في الوقت الحالي اللي بيها اقدر اكسب كوت ديفوار بالشكل ده ولا لا؟ ولو انا عايز اكسب كوت ديفوار فنيا اعمل ايه؟ اول حاجه طبعا انا شايف ان يعني فكره اللاعب المحلي دي يعني انا شايف ان مصر اخذت 2006 و2008 و2010 باللاعب المحلي. الكوره لا تعترف الا بالعطاء في الملعب. كلمه ان منتخب مصر ما عندوش جوده، لا عنده جوده. امال محمد صلاح ده وعمر مرموش ده هم عندهم حد بيلعب في السيتي او حد بيلعب في ليفربول؟ لا، منتخب مصر فيه عناصر كويس، لكن الفكره ازاي توظف العناصر اللي معاك دي. هو كابتن حسام طبعا مدرب كبير، بس توظيفه لابراهيم عادل، ابراهيم عادل لعيب كبير جدا بس بيلعب جناح وينج، ما يلعبش في العمق ابدا. هو مشكلته مش مشكله ابراهيم، هي مشكلته في التوظيف. وسط الملعب كان متاخد منك في مباراه بنين، كنا بنلعب من غير وسط ملعب لان مروان عطيه كان لوحده، تريزيجيه مش في حالته من اول البطوله، ابراهيم عادل متوظف غلط.